كل بيت ليه أسرار، وفي أسرار إحنا نفسنا بنخاف نفتحها، وفي حاجات لو حد حكاها نقول عليها خيال مع إنها حصلت. النهاردة مش هنسمع قصة حب ولا وجع عادي. النهاردة هنسمع حكاية قادرة تغير مفهوم الرومانسية عند البعض تغيير كامل. حكاية ست ما طلبتش من الدنيا حاجة غير هدمة تسترها، بس الدنيا واللي معاها قرروا يدوها هدمة تانية بلون أبيض، بس مش من النوع اللي يفرح. وتعالوا نسمع حكاية بطلتنا. أنا مش هقول اسمي، لأن أي بنت ممكن تبقى أنا، وأي حكاية شبه حكايتي تتكرر في مليون بيت. من فترة أبو بناتي جه من بره وكان شايل في إيده كيس كبير مقفول ومش باين إيه اللي جواه، ودخل على الأوضة وشايله جوه الدولاب، وقال كده بالحرف وهو بيشيله في الدولاب: ده اللي هنسيبه لوقته. وقتها أنا قلت يمكن الراجل قرر يبقى بني آدم، يمكن قرر يجيب لي طقم بدل الهدوم اللي بخيطها الصبح وبالليل عشان تسترني، يمكن اتفاجئ. حبيت أصدق، وكنت حاسة إنه فكر فيا مرة في حياته. ولما شاله أنا قلت يمكن مستني ربنا يرزقه ويجيب للعيال كمان، فهيطلعوا مع هدوم العيال. وفضل كيس في الدولاب أسبوع، ما فكرتش أفتحه ولا مرة. كنت مكسوفة أكسر له مفاجأته، بس مش عارفة ليه الفضول خدني النهاردة أفتح الكيس وأشوف الحاجة اللي جواه. وكانت صدمة عمري لما شفت المفاجأة اللي كانت كفن. زي ما سمعته، كان كفن. قفلت الكيس تاني، مش خوف ولا فزع، أنا الموت بالنسبة لي راحة بتمناه كل لحظة وكل دقيقة. ومش ده اللي وجعني. اللي وجعني بجد في الوقت ده إنه بدل ما يفكر يجيب لي هدوم تسترني أو هدية تفرحني، جايب لي كفن. ولما رجع من بره وسألته بتاع مين ده، رد بمنتهى البرود: ده بتاعك انتي. ما كنتش عارفة أقول إيه. سكت، ما قدرتش أنطق. الكلام وقف في زوري ومرضاش يطلع. كل اللي عملته إني عيطت من غير صوت، دموع قهرة وكسرة نفس زي كل مرة اتوجعت فيها. ويا ريته سألني سكتة وسكت هو كمان، لكنه فضل يسأل: مالك زعلانة ليه؟ أنا عملت إيه؟ ولما سألته طيب ليه؟ قال: انتي اللي قلتي لي هاته. كذب، لأن أنا عمري ما طلبت حاجة وجابها، ولا حتى أبسط شيء. إزاي بقى الحاجة الوحيدة اللي قرر ينفذها هي إنه يجيب لي كفن؟ حتى لو افترضنا إني طلبته ودي مش حقيقة، ليه ده اللي جابه؟ ليه ده اللي سمع فيه؟ ليه ده اللي فرح إنه ينفذه؟ طيب لما قلت هنسيب ده لوقته، يعني وقته ده إمتى؟ وعلى إيد مين؟ على إيد ربنا ولا على إيده هو؟ أنا مش مكبرة الموضوع، أنا موجوعة، مكسورة من سنين إهانة وسنين تجاهل، سنين بتمنى أن يعيش حياة آدمية، في الآخر أخد بالقلم. بتمنى هدمة تسترني في الدنيا، رايح تجيب لي كفن. أنا مش خايفة من الموت، أنا خايفة من حياة حد فيها شايف إن وجودي وانتهائي زي بعض. أنا بس عايزة أعرف، هو أنا غلط لما زعلت، ولا كان لازم أسكت كمان زي كل مرة؟ ودي كانت الحكاية. ما أعتقدش إن حد من اللي هيسمع حكايتك هيقول أنتي مكبرة الموضوع. بالعكس، اللي تتجاب لها كفن بدل ما يتجاب لها حياة، من حقها تزعل، تنسحب، تمشي، وتقفل وراها باب ما يتفتحش تاني. حكاية بطلتنا اللي سمعناها مش عن كفن في كيس، دي عن إحساس ست وصلت لمرحلة إن وجع الحياة بقى أسأل من فكرة الموت. إحنا مش بنحكم ولا بنقول مين صح ومين غلط، لكن في بنت اتحطت بين إيدينا دلوقتي بتقول كفاية. ودي مش حكاية عن موت، دي حكاية عن حياة دفنت بدري، وجرح حد افتكر إنه مش باين، لكن الحقيقة
إن الجرح بيظهر لما نتكلم. قولولي، لو كنتوا مكانها كان ردكم هيكون إيه؟ ويا ترى أي كلمة ممكن تقولها سيلا لبنت زي دي ترجع تحسسها إنها لسه تستاهل تعيش؟ هسيبكم انتوا تقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، واستنونا في حلقة جديدة من حكايات سيلا وحكاية من وجع الواقع.